النهارده انا مش جاي الخص لك كتاب. انا جاي اعرفك حياتك اللي انت عايشها دلوقتي دي جت منين، ومستقبلك اللي انت هتعيشه في المستقبل رايح على فين. السر كله مستخبي في كلمه واحده بس، وهي العادات. النهارده انت هتشوف عاداتك اليوميه بمنظور مرعب عمرك ما شفته قبل كده، وهتبدا تدرك خطوره الحاجات التافهه اللي انت بتعملها كل يوم من غير ما تحس بالتاثير بتاعها اللي هيأثر على مستقبلك. معاكم سيف عادل من برنامج عقليه بالتعاون مع استوديو MOA. جاهز خربوش الشاي بتاعك؟ يلا نبدا. هنبدأ مع بعض أقوى سلسلة على قناة عقلية، وهي شرح كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير. وهنكتشف مع بعض في نهاية الفيديو إزاي البراندات العالمية بتستغلك وبتلعب على عقلك الباطن. تخيل نفسك معايا مسافر وماشي على الطريق الصحراوي، وانت ماشي من بعيد لمحت كده يافطة كبيرة معمول عليها حرف M بلونه الأصفر. حرف M بلونه الأصفر وحجمه كبير منور في السماء. تلقائي بدون أي تفكير هتلاقي ريقك جري على ريحة البطاطس المقلية، وبدون أي مقدمات لقيت نفسك رايح الفرع بتطلب البيج ماك مع البطاطس مع إضافة الكاتشب اللذيذ وبتدفع وماشي. إيه اصبر يعني هل ده حصل بالصدفة؟ يعني أقصد هل ده طبيعي؟ بصراحة لأ، ده علم نفس تسويقي صايع جدا الشركات بتستخدمه عشان تجذب عقلك الباطن ليها، زي مثلا انك تبدا تفكر تذاكر فتروح تعمل خربوش شاي. هل الشاي بيخليك تركز زياده؟ لا خالص، واصلا يعني شاي العريس اللي انت بتشربه ده عباره عن نشاره خشب ما فيهوش اي كافيين ولا اي حاجه، بس عشان عقلك اتعود على كلمه ساعتين الجد وخربوش الشاي بتوعك، وانت ولا بتذاكر الساعتين ولا بتشرب خربوش شاي واحد، ولا الشاي اللي بتشربه ده اصلا شاي. وده اللي فهمته الشركات الكبيره جدا زي ماكدونالدز مثلا، ان هي تخلي نفس الشعار بتاعها على كل العالم ونفس الالوان بنفس المقاسات، عشان اول ما تلمحه من بعيد عقلك الباطن يستقبل الاشاره دي ويبدا يحسسك بشعور الجوع، وانت ولا كنت جعان ولا حتى كنت عامل حسابك ان انت تاكل، وانت اصلا بتخاف تطلب اكل من بره عشان الفلوس ما تزنقش معاك في اخر الشهر، ويعني كلنا شباب عارفين اللي فيها. في كتاب قوة عقلك الباطن بنكتشف ان 95% من الحاجات اللي انت بتعملها في يومك انت اصلا مش متحكم فيها. وهنا لازم اقف ثانيه افهمك ايه اصلا عقلك الباطن ده وازاي بيشتغل عشان تبدا تفهم معايا البلاوي اللي جايه علينا دي كلها. عايزك تتخيل معايا ان عقلك الواعي ده هو القبطان بتاع السفينه اللي بيوجه السفينه بتاعته تمشي ازاي وتتحرك لفين، لكن عقلك الباطن ده هو المحرك العملاق الموجود تحت في السفينه. والمحرك ده مش بيفهم الصح من الغلط، ولا بيفهم الهزار، ولا بيفهم ايه الحقيقه وايه الخيال. هو عبارة عن جهاز استقبال بيستقبل أي فكرة أنت بتديها له أو بتكررها له حتى لو أنت مش واخد بالك منها، وبياخدها كأمر واقع وبيبرمج السفينة كلها عليها حتى لو الحاجة دي مش مهمة. وبعد منه مجرد ما نخلص شرح كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير، هنتكلم عن كتاب قوة عقلك الباطن. خلينا نرجع تاني لموضوعنا اللي هو 95% اللي انت مش متحكم فيهم في حياتك. بتصحى من النوم بتمسك الموبايل، بتفتح الرسايل، تخش على الواتساب، وبعد كده بتفتح الانستجرام تشوف البت عملت لك فولو باك ولا لا، وبعد كده بتدخل الحمام تاخد دش تلبس هدومك عشان تنزل الشغل بتاعك. كل دي سيناريوهات عقلك الباطن حافظها وبيكررها كل يوم لوحده. لو العادات اللي متبرمجه في عقلك الباطن اللي هو المحرك بتاع السفينه لو عادات صحيه زي القراءه او ان انت تنزل الجيم او تنزل تجري الصبح، بعد سنه هتلاقي نفسك شخص مختلف خالص، شخص تاني نتيجه لهذه العادات الصحيه اللي انت كنت بتمشي عليها. لكن لو انت مبرمج عقلك الباطن على عادات مش صحيه، زي ان انت مثلا تصحى من النوم تمسك الموبايل تقعد تسكرول او تاكل فاست فود كتير او تشرب سجاير، هتتفاجئ بعد سنه بجد ان انت في مكان اسوأ بكتير قوي من المكان اللي انت اصلا كنت واقف فيه. العادات هي الراجل السري لمستقبلك، والخبر الحلو بجد ان العادات دي تقدر تغيرها، تقدر تحسنها بالعادات الصحيه بتاعتك عشان تقدر تحسن السنه الجايه ليك. في الفيديو الجاي هشرح لك الشفره الثلاثيه اللي العادات والشركات بتستغلك بيها، وازاي تقدر تشيل عاده انت مش حاببها خالص عشان تحط عاده تانية نفسك تبقى موجودة في حياتك. اعمل لايك وشير واشتراك في قناة عقلية، وضروري تفعل زرار الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجاية كلها اول ما تنزل. كان معاكم سيف من قناة عقلية، هستناكم في الفيديو الجاي. سلام.